انا اللي ما فهمتش هو شنو خلى هاد اللاعبين يديروا بحال هاد التصرفات، رغم ان الموضوع لا يهم الوداد الرياضي. انتصرتوا على نهضة بركان، ما فهمتش علاش كتجي وكتهضر على الوداد الرياضي. شنو هو المشكل؟ ما عرفتش. الوداد الرياضي يراسل لجنة الأخلاقيات بشكاية مرفقة بشريط مصور لبعض لاعبي الرجاء الرياضي يرددون بعض الهتافات القدحية ضد الوداد الرياضي وجميع فعالياته. من بعد ما درنا الشكاية، راه خاص لجنة الأخلاقيات تعاقب هاد اللاعبين بأشد عقوبات، كما سبق ليها وعاقبات إسماعيل الحداد بالتوقيف ديالو بست مباريات بسبب جرادة ميخي. وبهذا خاص يكون العدل، وخاص لجنات الاخلاقيات تطبق القانون على هاد اللاعبين هادو، وراه خاص على الاقل يتم التوقيف ديالهم اكثر من 10 مباريات. الحداد قال جرادة ميخي، اما هاد اللاعبين هادو راه قالوا كلمات قدحيه وكلمات نابيه ضد الوداد الرياضي وجميع فعالياته. انا اللي ما فهمتش هو شنو خلى هاد اللاعبين يديروا بحال هاد التصرفات، رغم ان الموضوع لا يهم الوداد الرياضي. انتصرتوا على نهضة بركان، ما فهمتش علاش كتجي وكتهضر على الوداد الرياضي. شنو هو المشكل؟ ما عرفتش. الوداد الرياضي هاد السنه ماشي منافس ديالك مباشر. ما عرفتش علاش غادي تجبدوا بهاد الهضره هادي. انت كتنافس على الدوري المغربي وكتكلاشي الوداد الرياضي اللي عنده 22 لقب، يعني خصو تقريبا واحد 10 سنين ما يلعبش الكره يلا توصل الالقاب ديال الوداد الرياضي. راه بحال هاد التصرفات هادو صراحه خصهم يتحيدوا من الكره المغربيه بصفه نهائيه. لا بالنسبه لاي فريق، ماشي غير فريق الرجاء ولا فريق الوداد ولا الجيش، حيت بحال هاد التصرفات هادو كيتسبوا فقط في واحد الفتنه بين الجماهير، وكيتسبوا كذلك في اعمال الشغب. راه حيت بعض الجماهير اللي باقيين صغارين في السن راه تيبانوا لهم دوك اللعابه ديال الفرقه راه هما القدوه. يعني ملي كتنوض انت وكتسب هاد الكلمات النابيه، ملي كتنوض وكتكلاشي واحد الفريق اللي معاك في نفس المدينه، يعني واحد الجمهور اللي قريب من بعضياته، فراه بهاد التصرفات هادو انت كتشعل الفتنه بين جماهير الدار البيضاء. بحال هاد المسائل هادو خليهم الجماهير بيناتهم، خليهم للصفحات، كلاسينين كلاسيك، رغم انني انا ضد هاد الامور ديال الكلاشات بكلمات نابيه بكلمات قدحيه. خليو الكلاشات الجماهير بيناتهم، كيشدوا فينا كنشدوا فيهم، كيكلاسيونا كنكلاسيوهم، الامور غاديه مزيان. علاش؟ حيت مثلا انا واحد الانسان اللي ناضج بالعقل ديالي، ما عنديش المشكل كتكلاسيني كنكلاسيك كتضحك معايا كنضحك معاك، الدنيا هانيه. ولكن الدراري اللي باقيين صغارين راه ما تيفهموهاش بهذه الطريقه هذه. لهذا راه خاص لجنه الاخلاقيات تعاقب كل من سولت له نفسه أن يفعل مثل هاد التصرفات اللي كتسبب في شغاب الملاعب، اللي كدير الفتنة بين الجماهير. وهذا الشيء أنا تنقوله ماشي فقط على فريق الرجاء الرياضي، حتى فريق الوداد الرياضي والجيش الملكي وأي فريق في المغرب إلا جاو اللاعبين ديالو وكيسبوا أو لا كيقولوا واحد الكلمات نابية ضد واحد الفريق آخر، صراحة راه خاص يتعاقب كما كان النوع ديالو وتكون العقوبة كبيرة. الى هنا وصلنا الحلقه. ما تنساش الى عجبك المحتوى ديالنا وهذا الشيء اللي تنقدمه، فرا الصفحه باقا جديده، حاول دير واحد الابوني، فعل زر الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد، وبارطاجي الفيديو باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله.